السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم مستر ياسر، ودي قناتكم قناة فيجن، وفيجن يعني رؤية، وإحنا هنا عندنا رؤية مختلفة. إنكم لازم تفهموا اللي بتتعلموه. إن شاء الله معانا هتفهموا وتتعلموا، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا من الأوائل بفضل الله تعالى. فيلا بينا نبدأ مع بعض. من الله إن نكون بقدم لكم حاجة مفيدة، والنهاردة هنعمل مراجعة بسيطة كده على الوحدة الأولى من الجبر للصف الثالث الإعدادي، وهنبدأ بسؤال اختار. طيب، السؤال الأول عندنا بيقول إذا كان عندي الزوج المرتب 2 وس ناقص 1 يساوي ص وصفر. احنا اتعلمنا ايه؟ الاسقاط الأول مع الاسقاط الأول، والاسقاط الثاني مع الاسقاط الايه؟ الثاني. فإن س زائد ص تساوي ايه؟ هنشوف دلوقتي هتساوي ايه. أول حاجة خد الاسقاط الأول مع الاسقاط الأول، يبقى ص تساوي كام؟ تساوي 2 أهو. يبقى إذا ص هتساوي 2. طيب تمام. الاسقاط التاني اللي هو س ناقص 1 يساوي صفر أهو. أهو س ناقص 1 تروح مع الصفر، يبقى س ناقص 1 س ناقص 1 تساوي صفر. يبقى إذا س هتساوي كام؟ س نودي السالب 1 الناحية التانية تبقى موجب 1، يبقى س هتساوي 1. لو جينا نعوض س زائد ص هتبقى س بواحد وص باتنين تساوي 3. خلاص؟ كلام جميل، كلام جميل. نمسح ده. طيب بعد كده السؤال التاني معانا بيقول إذا كان س ناقص 1 و11 يساوي 8 وص زائد 3. نفس الطريقة، الإسقاط الأول مع الإسقاط الأول، والإسقاط التاني مع الإسقاط التاني. خلاص؟ يبقى س ناقص 1 تساوي 8، أطلع قيمة س، وبعد كده ص زائد 3 تساوي 11، أطلع قيمة ص. أهو يلا بينا. يبقى س ناقص 1 تساوي 8. أودي السالب 1 الناحية التانية، يبقى س هتساوي 8 زائد 1 تساوي 9. يبقى أنا كده طلعت أول حاجة س بكام؟ س ب9. يبقى أمسح كل الكلام ده وأقول س بتساوي 9. يبقى س هتساوي 9. طيب والصاد نفس الكلام. الإسقاط التاني اللي هو ص زائد 3، ص زائد 3 تساوي 11. التلاتة دي تروح الناحية التانية بإشارة سالب، يبقى ص هتساوي ص تساوي 11 ناقص 3 تساوي 8. يبقى أنا كده طلعت ص بتساوي كام؟ بتساوي 8. أكتب كده ص. طبعا احنا منمسحش الخطوات لو في إجابة الأسئلة علشان عليها درجات، أفهم اللي بيصحح إن أنا فاهم وشاطر جدا. يبقى ص هتساوي 8. أعوض هنا، يبقى الجذر التربيعي لس ب9 زائد ص 2 في 8 تساوي كام؟ تساوي الجذر التربيعي ل25 تساوي كام؟ تساوي 5. يبقى اختار الإجابة ب. طبعا فوق اختار الإجابة أ، هنا طلعتها 3، يبقى اختار الإجابة أ. طيب بعد كده بيقول لي إذا كان 3 و5، الزوج المرتب 3 و5 ينتمي إلى المجموعة 3 و6 مضروبة في المجموعة س و8، فإن س تساوي كام؟ عايز أطلع قيمة س. طيب أنا عندي هنا أولا مفيش أي مجموعة من الاتنين فيها 5 صح؟ هذه المجموعة دي مفيش فيها 5، والمجموعة دي مفيش فيها 5، يبقى إذا س بتساوي 5. ولو جينا نبص 3 و5 هتطلع الزوج المرتب 3 و5 صح ولا لأ؟ يبقى إذا س هتساوي كام؟ س تساوي 5.
يبقى اختار ج. طيب بعد كده بيقول لي أنا عندي النقطة -3 و4 تقع في الربع الكام؟ على طول في الحالة اللي دي أفتكر على طول وأقول أدا هو المحاور بتاعتي، أدا س وأدا ص، وهنا عندي كان الربع ده موجب وموجب، والربع ده كان سالب س بالسالب وصاد موجب زي ما هي، والربع ده سالب وسالب، والربع ده اللي بعد كده عندي س موجبة زائد وصاد بالسالب. صح؟ هو قال لي هنا -3 و4، يبقى هنا في الربع الكام؟ في الربع التاني، الربع الثاني. يبقى أنا أكتب هنا الإجابة إيه؟ الربع الثاني، واختار الإجابة ب. طيب هنا بيقول لي السؤال الخامس، بيقول لي إذا كانت س المجموعة س تساوي 2 والمجموعة ص بتساوي 3، فإن س المجموعة س في المجموعة ص تساوي إيه؟ لو قلت 2 في 3 يبقى غلط، 2 في 3 ب6 يبقى الكلام ده غلط. لو قلت بيساوي 3 بس برضك يبقى غلط، ولو قلت الزوج المرتب 2 و3 برضك غلط. يبقى الإجابة عندي مجموعة الزوج المرتب. منساش ضرب مجموعتين في بعض يطلع لي مجموعة من الإيه؟ من الأزواج المرتبة. طب أنا عندي هنا عنصر واحد وعنصر واحد، يبقى يطلع لي زوج مرتب واحد اللي هو مجموعة اللي هو الزوج المرتب 2 و3. يبقى الإجابة بتاعتي الإجابة د. تمام كده؟ مجموعة الزوج المرتب أهون 2 و3. خلاص؟ وكده يلا بينا نكمل مع بعض. الصفحة التانية عندنا من الأسئلة بتقول إيه؟ بتقول السؤال رقم 6، إذا كان ن دي فاكرينها؟ أيوه، عدد عناصر المجموعة س بيساوي 3. يبقى المجموعة س دي بتحتوي على إيه؟ 3 عناصر. وكمان بيقول لي عدد عناصر المجموعة س في المجموعة ص بيساوي كام؟ 12. فإن عدد عناصر المجموعة ص يساوي كام؟ سهلة جدا إن أنا أجيبها على طول. هو قال لي هنا ن س بكام؟ س ب3 في ص تساوي كام؟ تساوي 12. عوضت بقيمة عناصر س في المعادلة دي. تمام كده؟ طيب يبقى وادي التلاتة الناحية التانية تروح ايه؟ تبقى مقسومة. يبقى عدد عناصر ص هتساوي 12 على 3 تساوي 4. يبقى عدد عناصر المجموعة ص كام؟ 4. الاختيار رقم أ. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول إذا كان عدد عناصر س بيساوي 2 وعدد عناصر ص في س بيساوي 6، فأنا عايز إيه؟ عدد عناصر ص تربيع. نفس اللي عملته فوق هعمله تحت. أعوض بعدد عناصر س في المعادلة اللي هو مديها لي دي. يبقى إيه؟ على طول كده نروح نقول ن ص زي ما هي في س بكام؟ ب2 تساوي 6. يبقى عدد عناصر ص بكام؟ هتساوي 3. 6 على 2 هتساوي كام؟ تساوي 3. يبقى عدد عناصر ص هتساوي 3. طيب هو عايز بعد كده عدد عناصر ايه؟ ص تربيع. عايز عدد عناصر ص تربيع. يبقى ده ص تربيع هتساوي 3 تربيع، يعني عبارة عن 3 في 3 تساوي كام؟ تساوي 9. تمام؟ يبقى على طول أقوم مريح ما أجيب هنا تساوي 9 واختار الاختيار رقم ب. طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ إذا كانت عدد عناصر س تربيع بتساوي 9، فإن عدد عناصر س بس تساوي ايه؟ على طول دي تربيع، اخد الجذر التربيعي ل9 عشان اطلع عدد عناصر س بس. جذر التربيعي ل9 بكام؟ جذر 9 بكام؟ ب3. جذر 9 ب3. يبقى الاختيار رقم أ. يبقى تساوي كام؟ تساوي 3. طيب
بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لي إذا كانت النقطة س ناقص 4 و2 ناقص س تقع في الربع الثالث فإن س تساوي كام؟ الربع الثالث ده احنا عارفينه اللي هو ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن سالب وسالب. فاكرين؟ اهو لسه قايلينه من شوية، هنا موجب وموجب، وهنا سالب وموجب، وهنا سالب وسالب. تمام كده؟ يبقى ده الربع الثالث. طيب يبقى انا عايز هنا الاسقاط ده يطلع بايه؟ بسالب، والاسقاط ده يطلع بايه؟ يطلع بسالب. طيب تعالوا ناخد كده في الحاجه اللي زي دي نعمل ايه؟ اخد الحاجات اللي عندي دي واعوض بيها بقيمه س. لما اعوض بالسين باتنين، لما اعوض بالسين هنا باتنين تطلع كام؟ 2 ناقص 4 تطلع سالب 2. طلعت سالب؟ طلعت سالب. طب تمام. اخد هنا واعوض هنا في الجزء التاني ده في الاسقاط التاني. 2 ناقص س هنعوض على كده باتنين، تبقى 2 ناقص 2 بصفر. لا، يبقى مش هي دي. طيب بعد كده اخد التلاتة، الاختيار رقم ب. هنا س بتلاتة، يبقى تلاتة ناقص 4 تطلع بكام؟ بسالب 1. وهنا 2 ناقص 3 تطلع بكام؟ بسالب 1. إذا دي النقطة دي هي اللي حققت لي الشرط بتاع إن هو يقع في الربع التالت. ليه بقى؟ لأن أنا لو خدت السين بتلاتة يبقى 3 ناقص 4 و 2 ناقص 3. أنا عوضت بإيه؟ بقيمة السين، دي س ودي س. خلاص؟ يبقى هنا سالب 1، وهنا 2 ناقص 3 تطلع بردك سالب 1. يبقى إذا كده أنا حققت الشرط بتاعي إن أنا بقع في الربع الكام؟ في الربع التالت. يبقى الاختيار رقم ب. يبقى س تساوي كام؟ تساوي 3. طيب بعد كده بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كانت النقطة 5 وب ناقص 7 تقع على محور السينات فإن ب تساوي كام؟ تقع على محور السينات، معنى كده إن ص بإيه؟ بصفر بالتأكيد. أهو أنا عندي أهو ده محور السينات وده الصادات. لو انا عندي نقطة بتقع هنا على محور السينات في اي مكان هنا مثلا، يبقى انا عندي قيمة س وصاد بكام؟ وصاد بصفر. طيب يبقى انا عندي هنا عشان النقطة دي تبقى بصفر يبقى ب لازم تساوي كام؟ الله ينور عليك، تساوي 7. تساوي كام؟ 7، لان 7 ناقص 7 تساوي كام؟ تساوي صفر. يبقى ب تساوي 7. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ إذا كانت دالة س بتساوي 7 فإن دالة سالب 3 تساوي كام؟ أول حاجة بص للدالة اللي عندي دي، هي دالة ايه؟ خطية؟ لا مش خطية. تربيعية؟ لا مش تربيعية. طب دالة ثابتة؟ أيوة دي دالة ثابتة. طب الدالة الثابتة خواصها ايه؟ الدالة الثابتة اتعلمنا إنها ما بتتغيرش، ثابتة على موقفها. يحط سالب 3، يحط سالب 2، يحط 1، يحط اللي يحطه تطلع زي ما هي. يبقى ده للسالب 3 تطلع كام؟ تساوي 7. تساوي كام؟ تساوي 7. الاختيار رقم أ. طيب بعد كده السؤال الأخير رقم 12 في اختار بيقول لي ايه؟ الدالة د س بتساوي 3 س يمثلها بيانيا خطا مستقيما يمر بالنقطة كام؟ هو عايز يعرف يمر بالنقطة كام؟ يبقى الدالة دي دالة ايه؟ خطية. الدالة دي دالة ايه؟ خطية. طيب انا على طول انا عارف انها هتطلع صفر وصفر، بس تعالوا نستخدم ونشوف احنا كنا بنجيب ازاي نقطة التقاطع مع محور السينات ونقطة التقاطع مع محور الصادات. طيب نقطة التقاطع مع محور السينات كنا بنعوض بايه؟ اول حاجة نجيب القلم بتاعنا. يبقى نقطة التقاطع عندنا مع محور السينات، يبقى نقطة التقاطع مع محور السينات فاكرين كانت بتساوي سالب ب على ألف وصفر. سالب ب اللي هو ايه؟ كان بيبقى المعامل المجموع او مطروح مع 3 س. طب انا عندي هنا ب؟ لا ما عنديش ب، يبقى الب بكام هنا؟ الب دي بكام؟ بصفر. يبقى الناتج عندي يطلع كام؟ صفر. يبقى نقطة التقاطع مع محور السينات هي صفر وصفر. ناخد الاسقاط الاول اللي هو تعتبر صفر. طب نقطة التقاطع مع محور الصادات كنا بنعوض عن ايه؟ كانت بتبقى عبارة عن ايه؟ نمسح السينات
ونجيب الصادات. نقطة التقاطع مع محور الصادات كانت عبارة عن صفر وكام وب. طب أنا عندي ب هنا؟ لا، ما عنديش ب. طيب يبقى ب هنا بكام؟ بصفر. يبقى إذا النقطة مع الصادات بردك بكام؟ بصفر. يبقى النقطة كام؟ صفر وصفر. نقطة صفر وصفر. وبعد كده تعالوا بقى نروح على نوعية تانية من الأسئلة. والسؤال اللي جاي معانا دلوقتي هو سؤال المتفوقين ومحتاج تركيز. وقبل ما نبدأ فيه يا ريت دلوقتي ان احنا نروح نعمل لايك للفيديو، ونضغط على سبسكرايب او اشتراك في القناة، ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. ويا ريت نشيره لاصدقائنا علشان يستفيدوا. وكمان احنا هنبقى مبسوطين لما انتوا تشتركوا معانا في قناتنا، والاشتراك اكيد مجاني، فعشان كده مش هيكلفك حاجة انك تروح تضغط على زر الاشتراك. ويلا بينا نشوف السؤال اللي معانا اللي احنا عايزين نركز فيه كويس. بيقول لي ايه؟ الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د، وعندنا دالة س بتساوي م ناقص س تربيع. الدالة دي دالة ايه؟ على طول برافو عليكم، دالة تربيعية. ليه؟ لأن س أس كام؟ أس 2. فإذا كان ألف واو أدا ألف وأدا واو بتساوي 4 وحدات، قال لي بتساوي 4 وحدات. إذا المنحنى ده بيمر بالنقطة إيه؟ بيمر بالنقطة صفر، تمام، على السينات، وأربعة على إيه؟ على الصادات. تمام؟ تمام. وبعد كده بيقول لي أوجد قيمة م، يبقى هو عايز قيمة م اللي فوق موجودة في الدالة دي. طيب، وبعد كده قال لي عايز ايه؟ عايز احداثيات النقطة ب، وعايز احداثيات النقطة ج. طيب، انا اول حاجة ببص للنقطة ب، بتقع على محور ايه؟ السينات. والنقطة ج بتقع على محور ايه؟ السينات. اذا يبقى الصادات بكام؟ بصفر. يبقى انا عرفت احداثي من الاحداثيات ان الصاد بكام؟ بصفر. ناقص بس اطلع نقطة السين بكام هنا وهنا. طيب، بعد كده بيقول لي السؤال أو المطلب رقم 3، عايز مساحة المثلث الذي رؤوسه أ ب ج. أ ب ج. تعالوا كده نشوف شكل المثلث بتاعنا أهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، واحنا عارفين مساحة المثلث بتساوي ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع. طب أنا عندي الارتفاع، يبقى أنا عايز القاعدة. لا، هجيب إيه ازاي القاعدة؟ لما أطلع نقطة ب وأطلع نقطة ج. تعالوا يلا نحل مع بعض. اول حاجة انا عندي النقطة اللي بيمر بها منحنى الدالة هي ايه؟ صفر واربعة. الصفر هي ايه؟ السينات. والاربعة هي ايه؟ الصادات. طب انا اعوض هنا عن الصاد فين؟ مش فاكرين لما كنا بنقول ان د س هي ايه؟ د س هي صاد، يبقى د س هي ايه؟ هي صاد. طيب تمام، اعوض هنا عن د س بكام؟ باربعة اللي هي تمثل الصادات، واعوض عن السين بكام؟ بصفر. تعالوا نشوف لما نعوض كده هيطلع عندنا ايه. يبقى اذا لما عوضت عن الصادات اللي هي د س باربعة هتساوي م ناقص صفر اس كام؟ اس 2. صفر اس 2 بصفر، يبقى م هتساوي كام؟ م هتساوي 4. عرفنا نطلع اول مطلوب؟ سهل، سهل جدا، م بتساوي 4. تمام. بعد كده بيقول لي ايه؟ عايز احداث نقطة ب ونقطة ج. انا هنا عندي ايه؟ عرفنا الاسقاط من الاسقاطات ان الصاد بكام؟ بصفر. بايه؟ بصفر. طيب، يبقى النقطة دي عبارة عن ايه؟ س وصفر. طيب، يبقى احداثي ب هو س وصفر. س النقطة اللي بتقع على محور السينات، وصفر اللي هو الصادات. بالتعويض في الدالة، يبقى اذا عوض عن الصاد بصفر يبقى تساوي 4. تمام، اللي انا طلعتها نقطة م ناقص س تربيع. ناقص س تربيع، يبقى س تربيع ناقص س تربيع وديها الناحية التانية مع الصفر تبقى ايه؟ زائد س تربيع. يبقى س تربيع زائد الصفر بس تربيع تساوي كام؟ تساوي 4. طب انا عايز س بس، عايز س بس مش س تربيع.
يبقى اخد الجذر التربيعي ل4. تعالوا نشوف كده. يبقى اذا س تربيع هتساوي 4. يبقى اذا س هتساوي الجذر التربيعي ل4 هتساوي كام؟ زائد او ناقص 2. زائد او ناقص 2. يبقى نقطة ب هي عبارة عن ايه؟ عن احداثيات عبارة عن ايه؟ عن 2 وايه؟ وصفر. 2 وصفر. ونقطة ج عبارة عن احداثيات هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ السين بكام؟ بسالب 2 والصاد بكام؟ بصفر. طيب يبقى احداثي ب هتبقى عبارة عن 2 وصفر، واحداثي ج هتبقى عبارة عن سالب 2 وصفر. طلعنا تاني مطلب هو عايزه. ايوه. طيب انا عندي هنا دلوقتي دي بقت كام؟ 2 واحدة اهو. 2 واحدة. وهنا كام؟ 2 واحدة. سيبك من السالب ومش السالب والموجب. يبقى دول كلهم على بعض كام؟ 4 وحدات. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نجيب مساحة المثلث. مساحة المثلث بتساوي ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع. نص القاعدة عبارة عن كام؟ عن نص في 4. عشان طلعت ده 4 وحدات اهي. يبقى نص في 4. والارتفاع كام؟ الارتفاع بتاعي عندي 4 اهو زي ما احنا شايفين. اعوض واشوف الناتج هيطلع عندي كام. يبقى نص في 4 اللي هي القاعدة في الارتفاع اللي هو 4 هتساوي كام؟ نص الأربعة. الاتنين دي تطير مع الأربعة تبقى فاضل 2. 2 في 4 بتساوي كام؟ 8 وحدات مربعة. جبنا كده تالت مطلب هو عايزه. أعتقد السؤال حلو في فكر. لو أنا فهمته يبقى سهل جدا بالنسبة لنا. تمام. وتعالوا بقى ناخد تمارين على الوحدة انتوا تحلوها بنفسكم. يا ريت احنا بقى نحل الأسئلة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، وانا عايزك تحلها واغلط وما يهمكش. زي ما احنا بنقول لو غلطت واحنا حلينا مع بعض وانت شفت الحل وعرفت ايه الغلط اللي انت وقعت فيه عمرك ما هتنساه. يبقى انت كده استفدت ان انت جربت وحاولت واتعلمت، وبعد كده اتعلمت من غلطك وما نسيتهوش تاني بعد كده. يبقى انت كده استفدت الاستفادة من جميع النواحي. وتعالوا بعد كده نشوف بقية الأسئلة اللي علينا واجب علشان نحلها. ودي الصفحة التانية من الواجب اللي هيكون علينا واحنا نحاول نحله. تمام. كل سؤال من الأسئلة دي يا ريت تحلوه، لأن انت المستفيد الوحيد انك تحل وتتعلم وتغلط. اتفقنا؟ أتمنى ليكم يا رب دايما كل التوفيق والنجاح، وانكم تبقوا متفوقين ومن الأوائل. ومتنسوش دلوقتي انكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نكمل درسنا. ودي الصفحة التالتة في الواجبات اللي علينا. أنا عايزكم تحلوا كتير، عشان كده اديتكم أسئلة كتير. ليه؟ علشان تاخدوا ثقة في أنفسكم، علشان يبقى احنا جاهزين لأي سؤال يجينا بعد كده على الوحدة الأولى. تمام؟ يلا نشوف بعد كده آخر صفحة في الواجب علينا. ودي الصفحة الأخيرة في الواجب اللي علينا واللي احنا عايزين نحله، وإن شاء الله نحله مع بعض في المرة اللي جاية. وإن شاء الله المرة اللي جاية قريب، ممكن تكون بكرة إن شاء الله. وهيكون معاها طبعا زي ما قلنا حل امتحان على الوحدة الأولى. يبقى احنا كده لمينا كل حاجة في الوحدة الأولى، وخدنا أسئلة عليها وتدريبات، وخدنا واجبات، وحلينا بنفسنا، وكمان أخدنا أسئلة الامتحان اللي بتيجي كمان على الوحدة الأولى. ويا ريت دلوقتي ما ننساش إن احنا نروح ندعم القناة وندعم مستر ياسر بإننا نشترك ونفعل زر الاشتراك في القناة. وأقدر دلوقتي أقول لكم أشوفكم على خير، وإن شاء الله مع درس جديد ومع مستر ياسر ومع قناة فيجن اللي هي قناتكم اللي إن شاء الله هنفهم ونتعلم فيها صح.
أنا بشكر كل واحد دعمنا بإنه إن كان عمل لايك للفيديو أو اشترك بالقناة، وده الشيء المتوقع منكم وده شيء إيجابي، وأتمنى يا رب إن احنا نكون عند حسن ظنكم.